يسعد أوقاتكن يا صبايا، كيفكن؟ يا رب تكونوا بخير. معي هون بالطنجرة حوالي 3 كيلو من اللبن. بعد ما روبت الحليب وعملته لبن مثل ما بتعرفوا أنا بساويه بالبيت، تركته لتاني يوم ولتالت يوم بالبراد. بعد يومين فضيت اللبن بالطنجرة وهلأ بدي أفرطه. بالعادة لما بدنا نساوي الحليب جبني نفرط الحليب بالخل. أنا هون هلأ بدي أفرط اللبن مثل ما بتعرفوا وقت بدنا اللبن ما يفرط مشان الشاكرية من تمام بنحرك فيه منشان ما يفرط، بس أنا هون بالعكس بدي أفرطه للبن. فضفت تقريبا نص معلقة من الملح، وضفت 3/4 الكاسة مي لكاسة مي كمان بيمشي الحال. وهلأ رح حركن تحريكة كتير بسيطة واتركن على الغاز لحتى يسخنوا ويفرطوا على الآخر، وحس إنه مية اللبن فصلت عنهم. هلأ بتشوفوا بنهاية الفيديو كيف رح يصير اللبن لحاله والمي لحال. لما بدك تحصلي على أكبر كمية من القريشة، طبعا أنا هون عم بفرط اللبن مشان أحصل على القريشة ومشان ساوي منها السوركي وساوي منها الشنقليش. عم فرجيكم هون بعد فترة من الزمن كيف بلشت تفصل المي عن اللبن وبلش يقرش معنا. لنحصل على القريشة بدنا نتركه على الغاز لحتى يسخن ترتفع درجة حرارته، وبعدين بنخليه يبرد. ما تفضيه وهو سخن بالشقفة تصفيه، لا خليه لحتى يبرد تماما. شايفين هيك؟ بعد ما سخن وحصلت على هذا القوام أو هذا المزيج مثل ما شايفين هيك، القريشة فصلت تماما عن المي. تركتها حتى تبرد تماما أكثر من ساعتين لحتى بردت ورجعت لدرجة حرارة المطبخ. جبت شقفة كالعادة، تحتها مصفاي وتحتها كمان جاطة تانية. هلا بدي فضي القريشة بقلبها وبتركها هيك بالشقفة لحتى تنزل كل المي اللي فيها، وبعدين بلف الشقفة فوقها وبغطيها وبتقلها اما بطنجرة فيها مي او اي شيء تاني انت بتستخدموه، تقالة محشي اي شيء تاني موجود عندكم. بتقلوا القريشة وبتتركوها يعني اكبر مدة 24 ساعة وأقل مدة 8 ساعات منشان تحصلوا على قريشة ناشفة. كل ما كانت القريشة ناشفة بتكون النتيجة مضمونة. ولو حصل وصارت القريشة ناشفة زيادة عن اللزوم، ترجعوا تبخوها بخة كتير خفيفة بالمي، ما تكتروا منشان ترجع يعني شلون بدي لكم تلزق معنا وقت بدنا ندعبلها. بعد ما مرق يوم كامل حبيباتي والقريشة باتت يوم كامل مثل ما شايفين بالشقفة، شايفين بسم الله وما شاء الله طلعت قرص كامل. هلأ بدي أضيف عليها المركبات. أول شي رح حاول إني أفرطها بإيدي شوي مشان تشوفوا كيف قوام القريش العادي، نفس القريش اللي مشتريها جاهزة من الأسواق كنا بسوريا طبعا، بس كانت طريقة القريشة مختلفة تماما. طريقة القريشة الصحيحة هي بالخض. بيفصلوا الزبدة عن القريشة عن اللبن، بيستخدموا أدوات غير هاي طبعا. بس نحن بالغربة بما أنه ما أنا موجودة عندنا هاي الأشياء، قررنا أنه نستخدم المطبخ عنا والطنجرة وأدوات كتير بسيطة مشان نحصل على الأشياء اللي فاقدينها بالغربة. هيك حبايبي حصلنا على القريشة مثل ما شايفين، قوام وطعم القريشة نفسه ما بتفرق عنا بشيء. هلا ضفت شوي من الملح مثل ما بتعرفوا، اللي ضفناهم بالاول ما كانوا كافيين. عندي هون فليفلة حمراء، عندي شمرة او شمر، عندي حبة البركة وحبة السودي، وعندي ينسون. كله حب ما طحنته. الفليفلة الحمراء خلطت الفليفلة الحدة مع الفليفلة الحلوة، طبعا لانه ما بنحبها حدة زيادة عن اللزوم. بتحبوا تخلوها حدة فينكم تستخدموها على الحلو، وفينكم تخلوها فليفلة حلوة كمان على الحل بيمشي. شو بتحبوا تضيفوا إضافات تانية ضيفوها. وبرجع بقولكم إنه أنا ما طحنت الشمرة أو اليانسون منشان ما يغير لون القريشة. في ناس بتحب تطحنون، هذا الشيء بيرجع لكم. أنا بحب خليهم هيك مشان يتم لون القريشة فاتح. ما بتتخيلوا ريحة التوابل اللي طلعت من القريشة وأنا عم حركها. بس بدي لكم كمان إنه مثل ما شايفين هيك هن لساتهم فارطين، ما عم بيلموا على بعضهم. فأنا بعد ما ضفت الملح بدي اقلبهم هيك بايدي مثل ما شايفين، بضل عم بفركن هيك بايدي شوي شي 10 دقايق، وبعدين بتركن شي ساعة من الزمن حتى يغبوا الملح. ولحتى تحسوا الملح طبعا وقت ما نضيفه لاي ماده بحسوا بينزل مي، فمنهم وفيهم رح يطروا ويطبقوا ويصيروا لينات بهذا الشكل اللي شايفينه هيك. بهذا الشكل انا بقدر الرسن ورح يتكوروا معي بشكل كتير سهل، ماني بحاجه لاني رشش عليهم مي مثل ما قلت لكم ببدايه الفيديو. حجم السوركي اللي بتحبوه انتو اعملوا حجم الكرة اللي انتو بتحبوها كبيرة اعملوها، بتحبوها صغيرة اعملوها. هلا انا بحب حجم السوركي يكون وسط بين
بين اللبني المدعبلي وبين الشنجليش. مثل ما بتعرفوا الشنجليش بيجي أكبر والسوركي واللبني بتيجي أصغر، فحبيت إنه يكون الحجم هيك وسط، بحيث إنه أي حدا مثلا مشتهي ياكل بيطالع القرص بياكله خلاص، مشان ما يزيد عندي بواقي من السوركي. هاي الحجم بيرجع لذوقكم ولاختياركم. هلا جبت صينية حطيت عليها شقفة وبدي دعبل السوركي بهذا الحجم وحطها بالهواء بمكان ما يكون فيه شمس، بمكان يكون فيه بس هواء. يعني حطيتهم على طاولة السفرة عادي بالصالون وتركتهم لمدة 3 أيام لحتى تحسوا إنه القرص هيك يعني شلون بدي لكم متماسك. وقت اللي نزلوا أو نخبطوا على الصينية بتسمعوا صوت طقة. أكتر من 3 أيام ما تخلوها بتصير ناشفة معكم وما ظريفة بالأكل. شايفين كيف بعد ما مرق 3 أيام حبيباتي؟ هذا هو القوام اللي حصلنا عليه للسوركي. بتحبوها أطرى من هيك خلوها يومين، بس أنا بقول هيك 3 أيام تمام منشان ما تفرط معنا. وخاصة إذا بدنا نحطها بالزيت. السوركي فينكم تستخدموها ناشفة تغلفوها بهاي المكونات. عندي هون فليفلة حمراء أو بابريكا، عندي حبة البركة أو الحبة السودي، عندي سماق، وعندي الزعتر الأخضر اللي هو الأوريجانو. هلأ بدي غمس السوركي أول شيء بالزيت وبعدين بلكها بالزعتر أو المنكهات التانية اللي شايفينها قدامكم. بتحبوا تخلوها هيك تحطوها بالزيت مثل ما حكينا، بتحافظوا عليها لأكبر وقت ممكن بالبراد. بتحبوا تخلوها ناشفة بس ما رح تقعد معكم أكتر من 10 ل 15 يوم وهي ناشفة. فبالزيت أضمن طريقة. فينكم بعد ما تحطوا عليها هاي التوابل حبيباتي، بعد ما نلكها بالزيت ونغطيها بالزعتر أو السماق أو حبة البركة أو الفليفلة، بترجعوا بتحطوها على الشقفة بتتركوها يوم كامل حتى هاي التوابل تتماسك عليها. بعدين بتبقوا بتحطوا بأطرميز فيها في زيت مثل اللبنة المدعبل، وهيك بتقعد معكم لفترة أطول. هذا الشيء بيرجع لاختياركم. فبرجع بقول إنه فينا نخليها ناشفة وفينا نحطها بأطرميز في زيت. هيك أنا هلأ رح كمل تغميس السوركي بالتوابل اللي شايفينها. كل واحد بلكه هيك بالزيت وبصفيه، وبعدين بنزله بنوع من انواع التوابل هاي اللي انتم بتحبوه. بتحبوا السماق اكتر، بتحبوا الزعتر اكتر، النوع اللي انتم بتحبوه وبتفضلوه وعائلتكم بتحبوه فينكم تلكوا السوركي فيها. بنرجع للشنجليش. الشنجليش حبيباتي نفس طريقة القريشة مثل ما عملتها من البداية لوقت ما وصلنا لمرحلة التنشيف. مثل ما حطيتها على الشقفة وتركتها بالصينية، بدكم الشنجليش يعفن معاكم بسرعة أكبر. بتتركوا القرص مدبق بحيث نمسك القرص هيك ما يترك أثر على إيدينا، بس تحسوا إنه هو عطى تدبيقة على الإيدين. فبتقيموا وبتحطوه بأطرميز، بتحطوا على وجه الأطرميز أكياس نايلون وبتسكروا عليه، بتتركوه بمكان معتم لمدة شهر لشهرين. بصير معاكم الشنجليش مستوي وجاهز للأكل. هلأ هيك بعد ما لكينا السوركي تعالوا نفتحها ونشوف. بدي لكم إنه هي كتير طرية ما شاء الله. مثل ما شايفين أول ما بحط السكين عليها فورا عم تنقسم، والنكهة خرافية عن جد، نفس نكهة القريشة تبع سوريا بالضبط. وبالنسبة للشنجليش حبيباتي اللهم صل على سيدنا محمد، بعد ما يستوي الشنجليش معنا طبعا بنطالع القرص وبنستفقده بنغسله منيح، وبعدين بنقطعه ونحس انه القريشة خلص استوت، بيكون صار شنجليش معنا جاهز. بس بيختلف معاكم بطريقة التنشيف الأولية، فحاولوا انه ما تنشفوا زيادة عن اللزوم، لأنه إذا نشف زيادة عن اللزوم ما بيستوي معاكم بسرعة. عندي هون قرصين شنجليش أنا كنت مساويتهم من قبل بشهر و20 يوم بالضبط. غسلتهم وتعالوا نشوف رح أقطعهم وشوف كيف طلع معنا. بهي الطريقة حبيباتي أنا عملت القريشي، عملت السوركي، عملت الشنجليش، وهيك نحن عم نعمل مونتنا بالبيت بالغربة بطريقة كتير سهلة وبسيطة. وما بقى نشتهي شيء بإذن الله تعالى. صارت كل الأشياء موجودة، هي موجودة بالسوبر ماركت، بس بتحسوا إنه مانا بنفس نكهة البيت ونظافة البيت. أنت بتعرفي هون شو عم تستخدمي وشو عم تاكلي. هيك الشنجليش معنا جاهز، فينا نستخدمه مع بصلي ومع بندورة وزيت زيتون، وفينا ناكله مع الزبدة كمان بيطلع كتير لذيذ وشهي. لو الوصفة عجبتكم بتمنى انه ما تنسونا من اللايك والتعليق الحلو، وبتمنى لو انتم مانكم مشتركين بالقناة تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس لحتى يوصلكم كل جديد. وصحة وهنا على الوصفات اللي عم بقدم لكم اياها. بتمنى من اي حدا بيجرب اي وصفة من وصفاتي يكتب لي بالتعليقات، وبكون ممنونة كتير الكم. وهاي المنظر النهائي للسوركي وللشنجليش، وشكرا لكم.